العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. دعوة لتعاون الشعب لمكافحة داء الكلب. دورة تدريبية لتطوير السياحة في إقليم عنسبة. جهود لرفع الإنتاج الزراعي في أغردات. حركة طالبان تتمكن من السيطرة على عاصمة ولاية جديدة في أفغانستان. اختتام مناورات لحلف الناتو بجورجيا. وغرق الأراضي الزراعية والمنازل في مياه الفيضانات بكوريا الشمالية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت وزارة الزراعة لتعاون المواطنين لمكافحة داء الكلب لإنجاح الجهود الجارية لاستئصال المرض. وأوضحت مسؤول الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الآنسة مرهاوي تسفاي أن داء الكلب ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويؤدي بحياة حوالي 60,000 شخص سنويا. وقالت إن وزارة الزراعة تعمل منذ قضاة الاستقلال للسيطرة على داء الكلب، موضحة أن التطعيم منتظم وإجباري ويجري أيضا بصفة خاصة في المناطق التي يظهر فيها المرض. ودعت الأسر المالكة للكلاب ضمان تطعيمها بانتظام ومنع جميع المواطنين من تكاثر الكلاب الضالة والتعاون للتخلص منها. نظم قسم السياحة في إقليم عنسبة دورة تدريبية للتعريف وتطوير قطاع السياحة في الإقليم. وتضمنت الدورة التدريبية الموارد السياحية على مستوى البلاد والإقليم والتعدد الثقافي والتراثي والتنوع الأحيائي فضلا عن السلام والاستقرار. وأوضح المديري العام لقسم السياحة في إقليم عنسبة سيد سالم إن الإقليم غني بالموارد السياحية، معربا عن ثقته لمساهمة الدورة لاستكشاف الثروة السياحية والتعريف بها وتسخيرها لمصلحة الشعب والوطن. وقدمت في الدورة التدريبية محاضرة حول أسلوب تقديم تصاريح العمل للخدمات السياحية والإجراءات التي يجب الإيفاء بها، وأسلوب متابعة ومراقبة العمل والقصور وأضرارها والتنسيق مع الجهات الشريكة. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى إن السياحة من القطاعات الكبيرة الهامة ومن المهم دور ومساهمة المهنيين لتطويره. دعا مسؤول الزراعة في مديرية أغردات السيد تيدروس جبر مريم المزارعين لاتباع إرشادات وزارة الزراعة لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح جهود خبراء الزراعة في المديرية لترسيخ أساليب رفع الإنتاج في أوساط المزارعين. وأشار إلى وجود برنامج لزراعة مطرية في مساحة 6000 كيلومتر في 12 ضاحية بالمديرية، موضحا بأن الجرارات الحكومية 13 المخصصة للمديرية غير كافية مع سعة الأراضي الزراعية وتأخر هطول الأمطار، داعيا المزارعين حراثة أراضيهم بالوسائل المتوفرة دون انتظار الجرارات. وطالب المزارعون لزيادة عدد الجرارات الحكومية التي تقدم الخدمات بتعرفة مناسبة. طالب المشاركون في حملة الطلاب التنموية الصيفية برعاية وحراسة شتول الأشجار المغروسة في مختلف الفترات لضمان نموها. وأوضح طلاب المرحلة الثانوية في دباروا العاملون لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير في محمية معكنو في جزلمزة من 7 يوليو الماضي، وكذلك معلموهم أو المشرفون عليهم وخبراء الزراعة أن إجراء الحراسة والرعاية بشتول الأشجار المغروسة سنويا يساعد لتحقيق الهدف. وذكر خبير تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بمديرية دباروا السيد هبت أبسيوم مشاركة 310 طالب و5 معلم و5 مهنيين زراعيين وممرضين في النفير الطلابي، مشيرا إلى إزالة الأتربة التي سدت أسفل الجسور.
وقال إن محمية إنبا مكنن التي جرت فيها لسنوات أعمال حماية التربة وحفظ المياه والتشجير بالطلاب والشعب انتهكت ودمرت نباتاتها بالمواشي والإنسان، داعيا الجهات المعنية لحماية محمية معكونو كي لا تواجهوا مصير تلك المحمية. قدم الإريتريون المقيمون في مختلف دول المهجر والتنظيمات الوطنية الدعم المالي للجمعية الوطنية لمعاق الحرب. وأفادت الجمعية أن الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقطر تبرعوا ب52 ألف نقفة و2600 دولار. وقدم الدعم السيد أجاي محاري وزوجته السيدة زايد برهاني المقيمان في أمريكا ب50 ألف نقفة، وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في قطر 2600 دولار، والسيدة حليمة إبراهيم عضوة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في قطر 2000 نقفة. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث تمكنت حركة طالبان من السيطرة على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان التي أصبحت ثالث عاصمة ولاية تستولي عليها الحركة خلال 48 ساعة، فيما تحتدم المعارك في ولاية أو في عاصمة ولاية رابعة. وإذا بقيت العواصم الثلاثة في أيدي طالبان فسيشكل ذلك نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين. وبدأت طالبان توجه هجماتها على المدن الكبرى، محاصرة العديد من عواصم الولايات بما فيها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد. هذا وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستهداف مسلحي حركة طالبان بالقاذفات الاستراتيجية بعد تقدمهم في 3 مدن رئيسية في أفغانستان. وأفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك بأن قاذفات B-52 الأمريكية الاستراتيجية وطائرات سبيكتر الحربية وجهت ضربات استهدفت فيها مسلحي حركة طالبان في أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية. اختتمت التدريبات العسكرية المشتركة التي شارك فيها أعضاء وحلفاء الناتو في جورجيا بعرض واسع النطاق للمهارات العسكرية. وشارك جنود من 15 دولة عضو في الناتو ودول شريكة في عمليات مشتركة على أراضي أوربولو العسكرية على بعد حوالي 200 كيلومتر قبالة العاصمة الجورجية تبليسي. وركزت المناورات التي بدأت في 27 من يوليو الماضي على اختبار عمليات حفظ السلام والدعم بإشراف مباشر من القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي. وسعت جورجيا لدخول حلف شمال الأطلسي منذ العام 2016، وشهدت في العام 2008 تدخلا للجيش الروسي على أراضيها. وإثر ذلك اعترفت موسكو باستقلال منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. دعوة لمكافحة داء الكلب. دورة تدريبية لتطوير السياحة في إقليم عنسبة. جهود لرفع الإنتاج الزراعي في أغردات. حركة طالبان تتمكن من السيطرة على عاصمة ولاية جديدة في أفغانستان. اختتام مناورات لحلف الناتو بجورجيا. وغرق الأراضي الزراعية والمنازل في مياه الفيضانات بكوريا الشمالية. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناه لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.